وبنت نجم حفلنا منار محمد خليفة فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم لكم قصيدتين، الأولى بعنوان مصر في النظام السابق، والثانية بعنوان في يوم ثلاثة. مصر في النظام السابق، وسئلت عن مصر الغرام، مصر المهابة والقيادة والهمم، مصر الصبوحة مثلما طفل يبتسم، مصر الطليقة مثل سيل يهتدم، مصر الأنيقة والرقيقة والمليئة بالنعم. كيف ارتضينا حالها صارت لسنوات عدم، مصر التي صارت ألم، صارت ندم، سرقوا أساورها، قطعوا جدائلها، نهبوا مكاحلها، نزعوا الأظافر والخواتم والقلم، عرضوها في سوق النخاسة ثم بيعت للكلاب وللرمم. في ربع قرن صارت مرتعا للكلاب كنا خدم. في الصبح ضرب بالسياط وفي المساء هناك ضرب بالجزم. الكل فينا متهم والسيد السلطان يجلس يبتسم. فلتسألوه هل التزم؟ لما قسم كان القسم والله منكم يا كلاب سأنتقم وقد انتقم. لكنني فتشت عن صقر وعن أسد جسور لم أجد. عزلوا الصقور استبدلوها بالحمائم واليمام. يا حسرتي من ذا يزود عن البلاد وكلنا صرنا حمام. في يوم حلمت إني القرى، قلت أزورهم، قلت أشوفهم، أسأل عليهم، لا أودهم ولا عدهم. واحد سألني هم مين؟ قلت مين؟ دول معروفين ومشهورين وجبارين وكذابين ونصابين. هم اللي حكموا واللي ظلموا واللي خانوا واللي خدعوا، اللي اختاروا حلمنا، اللي قتلوا أهلنا، اللي مصوا دمنا، اللي أكلوا لحمنا، اللي باعوا واللي خانوا عهدنا. وبطريق حلمي وصلت المكان غير المكان والزمان غير الزمان. لمحت واحد قربت منه، قلت مين؟ قال لي جمال أبوي مبارك اللي كان يا مكان، اللي خان يا مهان. أمي سوزان شفت الزمان، قال لي طيب وانت مين؟ قلت واحد من الطيبين. عني اسأل الشوارع والنوافذ والحيطان والتاريخ والصحار والزمان. أنا من سوهاج من دار السلام، بلد الثقافة والوزير، وبتبكي كتير مثقفين. فيها المدارس والكنائس والمساجد كتير والسقيا فيها نتعلم كتير. وعني اسأل الطيبين، حاتم وأيمن، علاء وأشرف، ناصر وحمدي، محمد فقير. وابن موسى مثقفين. وأحلفك والنبي عني ما تسأل أبوك، خليه بعيد بحيث أبوك. وشكرا. الو يا منار، من ناحيه الحمام في حمام يا منار والله. منار قالت انه في المصريين حمام، بس انا اعتذر للشيخ لانه في واحد شيخ بس مش شيخ من الاوقاف يعني.